قصص حقيقية من قلب المشرحة، الحلقة السادسة. كنت فاكر ان الجثث خلاص خلصت حكايتها، لكن لما جالي جثة الطفل ده وفضلت عينيها مفتوحة طول الليل، واول ما قربت اقفلها سمعته بيهمس انا كنت بلعب بس. عرفت وقتها ان الموت احيانا بيكون البداية بس. القصة الاولى، العين اللي ما بتتقفلش. جثة لطفل عمره 6 سنين مات غرقان في ترعة. جسمه كان هادي بس عينه الشمال مفتوحة نص فتحة. جربت اقفلها ترجع تتفتح تاني وسبتها، وفكرت يمكن ارتخاء عضلي، لكن اللي حصل بالليل كان مرعب. الكاميرا اللي بترصد التلاجات سجلت حاجة، الوش اتغير. الابتسامة اللي كانت على وش الطفل وقت الغرق اختفت وبقت نظرة تخوف، كأن حد كان بيلعب معاه ولسه بيلعب. القصة التانية، المكان اللي مش فاضي. في كل مشرحة في زاوية دايما فاضية مش بيتحط فيها اي جثة. كل ما نحط فيها حاجة تحصل مصيبة، انذار يرن لوحده او الباب يفتح من غير سبب، او حتى اصوات خطوات بتتسجل على الكاميرات. مرة جربنا نسيب فيها جثة واحدة لراجل كبير. بالليل صوت ضرب عالي جه من التلاجة. لما فتحنا الباب الصبح الجثة كانت على الارض كأنها زحفت من مكانها، والاغرب كفوف ايدين صغيرة مطبوعة على الحيطة وراها كأن في حد كان بيلعب معاها. القصة الثالثة، اللعبة الاخيرة. اكتر حالة خوفتني كانت لبنت صغيرة اتوفت فجأة وهي بتلعب. اهلها قالوا انها كانت بتحب لعبة اسمها العروسة الهادية. عروسة قديمة بتتكلم لوحدها. بعد الوفاة العروسة جت معاها في الكيس، مش المفروض، بس حد من اهلها حطها. تاني يوم عامل التشريح بيحلف انه سمع صوت العروسة وهي بتقول العب معايا اخر مرة. واللي حصل بعدها، العروسة اختفت ودورنا عليها في كل المشرحة لحد ما لقيناها في تلاجة تانية جنب جثة تانية. المشرحة مش دايما مكان صمت، في جثث بترفض تسكت وجثث بتحب تلعب، بس اللعب معاهم دايما له تمن. ولو سمعت صوت بيقولك العب معايا، اتأكد انك مش بترد على حاجة ماتت من زمان. استناني في الحلقة الجاية من قصص حقيقية من المشرحة، واعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة علشان الرعب الحقيقي لسه ما بدأش.